لكل زملكاوي هيشوف ماتش الزمالك النهارده ووادي دجله. عايز اقول لك بس كده ان النهارده لو الزمالك كسب هتكون دي اقوى انطلاقه للزمالك من خلال 4 مواسم. تخيل، اقوى انطلاقه للزمالك من خلال 4 مواسم. في موسم 2021 الزمالك فاز في 3 وتعادل في 1 وخسر 1، جمع 10 نقط. في 22-23 فاز في 2 وتعادل في 2 وجمع 8 نقط. في 23-24 فاز في 2 وتعادل في 2 وخسر في 1، جمع 8 نقط. في 25-24-25 برضو الزمالك جمع 8 نقط من أول 5 مباريات ب2 فوز و3 تعادل. برغم السكواد الجامد اللي كان مع الزمالك في الفترات السابقة، من إمام عاشور لزيزو لبن شرقي مصطفى محمد طارق حامد، لكل النجوم اللي كانوا موجودين معاه السنة دي، ويعتبر نص النجوم مش موجودة، هتبقى أقوى انطلاقة لنادي الزمالك. الزمالك بدأ يرجع للطريق الصحيح بتاعه، بدأ يبعد عن النجوم وبدأ يجيب اللعيبة اللي تقدر تشتغل وتقدر تحقق اللي هو عايزه. فالنهاردة عزيزي الزملكاوي، الزمالك لو كسب وادي دجلة هتكون أحسن انطلاقة للزمالك خلال 4 مواسم سابقة.